احنا ما بقيناش عايشين في عصر السوشيال ميديا، احنا بقينا عايشين في عصر اسمه الانترست ميديا، وانا هقول لك الفرق ما بينهم باختصار. وده مش تنظير ولا حاجه، ولكن ده عشان معظم الماركتيرز واصحاب البيزنس مش فاهمين اصلا الكلام ده، ومش فاهمين ان هو حصل بقاله 5 سنين، يعني مش لسه حاصل امبارح وانا جاي احكيه لك. بص، زمان السوشيال ميديا كانت عامله زي الايميل ماركتنج، بمعنى ان انت بتجيب فولورز وبتبعت لهم محتوى وهم بيعملوا انتراكشنز مع المحتوى ده. يعني الموضوع متوقف 100% انت عندك كام فولور علشان تقدر تتاكد ان المحتوى بتاعك هيوصل لعدد منهم. يعني مثلا لو انت عندك اكونت فيه مليون فولور، غالبا الكونتنت اللي انت كنت بتنزله كان بيوصل مثلا ل 100,000 200,000 واحد من المليون دول يشوفهم. انما انت لو ما عندكش اصلا غير 10 فولورز او 15 فولور، مهما نزلت محتوى فيه فاليو وقيم ومصروف عليه مجهود، هو مش هيوصل لحد. طبعا انا بتكلم كاورجانيك مش كاعلانات. يعني الموضوع كان اسمه نتورك بيزد، يعني ريتش مقابل الانتراكشنز. يعني لو عندك ريتش كبير، عندك فولورز كبيره، بالتالي هيبقى عندك انتراكشنز كبيره وهكذا. لكن دلوقتي الالجوريثم اتقلب 180 درجه، وتحديدا من 2021 لغايه اخر 5 سنين احنا فيهم دول. السوشيال ميديا ما بقتش اصلا سوشيال ميديا، بقت حاجه اسمها انترست فيرست بلاتفورم. يعني عشان اشرح لك بالبلدي، يعني المحتوى اللي انت بتنزله هو اللي بيختار الجمهور اللي يروح له. بمعنى ان انت دلوقتي لو نزلت محتوى مثلا وقلت انا والله بحب مثلا الفاكهه الفلانيه، وتقعد تتكلم عنها بشغف معين وبتقدم قيمه وبتشرح الفاكهه دي ايه لازمتها وايه فايدتها وهكذا، اوريدي المحتوى بتاعك هيروح لناس مهتميه بالتوبكس دي، حتى لو هم ما يعرفوش عنك حاجه، وحتى لو هم اول مره يشوفوك، وحتى اصلا لو انت على الاكونت بتنزل حاجات مالهاش علاقه بالفاكهه. فده حرفيا اللي الالجوريزم بيعمله في 2025 وهيعمله في 2026. وده اللي بشوف ان معظم الناس مش فاهماه او مش قادره تواكبه لغايه دلوقتي. الناس معظمها برضو ما زال مهتم بعدد الفولورز اللي عنده، والبيزنس اونرز لما بييجوا يتكلموا مع ماركتنج ايجنسي يقول له انا عايز ابقى عندي عدد فولورز وهكذا، ولكن هم مش قادرين يدركوا ان المحتوى حاليا هو اللي بيدور على الجمهور، مش الجمهور اللي بيدور على المحتوى. يعني انت مش محتاج غير ان انت تعمل محتوى حقيقي وفيه فاليو معينه وفعلا متعوب عليه ومصروف فيه مجهود وفعلا بيقدم قيمه للناس لما تشوف. وعشان اشرح لك الموضوع ده ببساطه، عصر السوشيال ميديا او السوشيال ميديا ايرا اللي هو وصل لغايه 2021 من ساعه مثلا ظهور السوشيال ميديا في 2006، كان الهدف بتاعه ان انت تعمل كوميونتي للناس حواليك او تعمل سوشيال نتوركينج. بمعنى ان انت دلوقتي عندي وانا عندك وبنبتدي نتشارك مع بعض وهكذا. يعني هدفه الاساسي ان الاكونتس بتاعتنا تكبر، والريتش بيعتمد على النتوركينج اللي احنا عاملينه ده. يعني انا مثلا لو عندي على الاكونت 20 واحد صحابي، وانس ان انا هنزل بوست هيظهر ل 15 واحد مثلا منهم او 10، فهيبتدوا يعملوا انتراكشنز معايا، لكن مفيش حد غريب هيوصل له الكونتنت اللي انا بنزله ده. يعني من الاخر المعادله كانت واضحه، ان اللي عنده فولورز اكتر هو اللي بيكسب ان هو يوصل للكونتنت بتاعه لعدد ناس اكبر. المرحله اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي اسمها انترست ميديا ايرا، دي المرحله اللي ظهرت بعد 2021 واللي غيرت كل الالجوريزم سيستمز على مستوى كل البلاتفورمز اللي مشهوره زي تيك توك، يوتيوب، ميتا اللي هو انستجرام وفيسبوك وحتى سناب شات. البلاتفورمز دي بقت عباره عن كونتنت ماركت بليس، يعني انت بتعرض الكونتنت بتاعك وبنسبه كبيره ناس كتير هتخش تشوفه. لو الكونتنت ده حصل عليه انتراكشنز معينه من اول كام واحد بيشوفوه او اول نسبه بتشوفه، غالبا هيجو فايرال وهيروح لعدد ناس اكتر، والالجوريزم هو اللي هياخده يجري بيه ويوصله لناس اكتر. والكونتنت ده لو اول عدد من الناس ما عملش معاه انتراكشنز المتوقعه، الكونتنت ده هيترمي والالجوريزم مش هيساعده ان هو يوصل. ده معناه ايه على ارض الواقع؟ معناه ان انت مثلا لو عندك بيزنس وقلت انا هعمل كونتنت بكره، ممكن اول فيديو تنزله تلاقيه اصلا جو فايرال ووصل ل 100,000 واحد، وممكن تقعد تنزل 20 30 فيديو وما يوصلوش. خلي بالك، انا مش بقول لك ان ده اكيد هتوصل من اول فيديو، بس عندك احتماليه كل يوم وكل بيس اوف كونتنت ان انت بتنزلها متعوب عليها ومصروف عليها مجهود وفلوس، ان هي توصل لعدد اكبر من الناس، وان هي ممكن توصل لمليون واحد كمان. وده دلوقتي غير مفهوم البيزنسز في السوشيال ميديا تماما. يعني من الاخر التطور اللي حصل من السوشيال للانترست خلق فاليو جديده وخلق تطور جديد لكل الماركتيرز او كل البيزنسز اللي موجوده على السوشيال ميديا على اي بلاتفورم. يعني انت مش محتاج غير ان انت تتكلم بصدق وتحكي للناس فعلا الفاليو اللي انت بتقدمها، وتكون صادق فيها بنسبه 100%، وتكون فعلا بتتعب في انتاج المحتوى بتاعك ويكون متكامل ونضيف وفيه فاليو معينه ومتعوب عليه ومصروف عليه، فالناس تقف قصاده وتقول انا عايز اسمع المحتوى ده او عايز افهمه. يعني من الاخر النهارده مفيش بيزنس صغير وبيزنس كبير، في بيزنس بيقدم محتوى باستمرار وبيطور من نفسه في كل قطعه محتوى بينزلها، وفي بيزنس بعد كام بوست بيقول انا والله مش هوصل والكلام ده كله كذب اصلا، ويبتدي يقف ويروح يجرب في الادز وهكذا، ويبتدي يخسر فلوس وبعد كده يندم وهكذا. فحرفيا ده اللي بيحصل، وده تطور الالجوريزم سيستمز على مستوى البلاتفورمز كلها. كل اللي انت محتاجه ان انت تقوم دلوقتي وتقدم الفاليو بتاعتك ايا كان هي ايه، وانا اضمن لك ان الالجوريزم هيوصلها لناس شبهها. بس انت ما تيأسش بعد اول فيديو ولا تاني فيديو ولا تالت فيديو ولا 10 فيديو.